انسي المعروك الناشف يلي بيقسى فورا. اليوم معروك قطني وخفيف وناجح من أول مرة. ريحته بتسبق طعمه وطراوته بتدوب القلب. وبدي أحكي لكم بهالفيديو اليوم كيف أخدت لون ذهبي بدون بيض ولا حليب ولا أي مكون تاني. تابعوا معي هالفيديو لتشوفوا كل هالأسرار وكيف وزعت الحشوة على الأطراف. أول شي عندي المقادير بحضرها كلياتها كاملة وباخد منها معلقة خميرة ومعلقة سكر كبيرة وشوية مي من الكمية اللي موجودة عندي اللي هي كاسة مي. هون بدي أعمل اختبار الخميرة، وقت لقيتها تفاعلت بنزل باقي المقادير. عندي حبة بيض، كتير ضروري البيض لحتى يرفع عندي بروتين العجين. ونزلت عندي حليب بودرة والمي، وفي هذا عندي المحلب هو كتير ضروري، هو اللي بيعطي ريحة المعروك. ونزلت المي. هون عندي بروتين قوي مثل ما شفتوا 12.5%. بعد ما عجننا العجينة كتير منيح بنزل الزبدة. ليش الزبدة آخر شي؟ لحتى ما يتأثر على تفاعل الجلوتين عندي. وبدعكها كتير منيح للعجينة لحتى تصير عندي هيك مطاطية، ما بدها تكون لا طرية ولا قاسية. إذا العجينة قاسية معناتها المعروك ناشف. منريح العجينة ساعة لبين ما نحضر الحشوات. عندي كاسة جوز هند، وفي عندي 4 معالق تقريبا سكر خشن. رح أكتب لك أنا المقادير بالغرام بالتعليقات. الزبيب اختياري إذا بتحبي تضيفي أو لا. وفي عندي ربع كوب زبدة، كم بدها تكون طرية مشان أقدر إني أعجنها منيح. هلا إحنا بنضيف بالعادة هو الأساس كريمة سائلة، كريمة حلويات، بس إذا مو متوفر عندك بالبيت ضيفي حليب مكثف محلى لحتى أحصل هيك على هذا القوام. وقت اللي أعجنها بإيدي تتماسك. العجوة بس بضيف لها سمنة حيواني طيبة، ما في داعي لأي نوع بهار يعني. إذا العجوة ظريفة وهيك لونها حلو بكفي. هلأ عندي طرق تشكيل كتير كبيرة، إذا بتحبوا إني نزل لكم فيديو خصوصي لطرق التشكيل اكتبوا لي بالتعليقات. هاي الطريقة الأساسية، بحط فيها العجوة وبمدها هيك وبقطعها. السمسم أبيض، وإذا لاحظتوا إني أنا دهنت الوش بس بمي، لأنه في عندي أنا هون بالمعروك في عندي تفاعل اسمه تفاعل ميلارد، هو بيصير من الحرارة مع البروتين والسكر الموجود. وفي لا تنسوا إنه أنا في عندي حليب فيه لاكتوز، فما في داعي إني أدهن لا بيض ولا حليب ولا أي شي. هون بعملها صرة أو ما بعرف شو ما بدكم سموها، وبمدها بالشوبك. وبعدين حطوا أي كاسة أو غطاء بريء، أي شي قطعة دائرية عندكم إياها. كتير في أشكال للمعروك، بس صراحة ما بقدر طول الفيديو. بدي نزل فيديو مفصل إذا بدي أحكي لكم عن أشكال المعروك. وهيك سويت أحلى وردة. كمان نفس الشي مي لترطيب العجينة وحتى يلزق عندي السمسم، وما بتهر ولا حبة سمسم على مسؤوليتي. رشة مي وضغطة خفيفة. وشايفين ما شاء الله أشكال كتيرة. هلأ هون بقى في سر كتير مهم، إنه نحط العجينة بعد ما نحن شكلناها وحشيناها بنحطها بالفرن وبحمام بخار مي أقل شي ساعة ونص. وبعد ما تتخمر بقيم الصينية اللي فيها مي، وبتاخد 10 دقايق ل 12 دقيقة. وبس طلعت هي وسخنة بدهنها بقطر خفيف أو دهنة زيت نباتي لحتى أخد هاللمعة واللون الحلوين. وبشوية خطوات بسيطة ومقادير مدروسة أخدنا أطيب معروك. إذا عجبك هالفيديو ما تنسي اللايك.